بافتة يا عيني، حطينا البافتة. تعالي بقى اما اقولك انت شوية حلوة الحلوات، ها، ويا تعمة التعمات، وانت اخويا موكوس المواكيس انت راخر. تعال اقعد اسمع كلمتين ينفعوك للزمن. خليكوا انتوا بقى ايه عجمة متوحين بين ايه بقى، بين كلمات الست فدوى الشربيني، ها، والست التانية الحلوة برضك المسمسمة، ناجين عز، ها، والاتنين يا اختي امارات يتحلوا كده من على حبل المشنقة. بس ايه بقى، تلاقيهم الاتنين ماشيين في طريقين مختلفين، تفهميش في ايه، واحنا بنتمرجح بينهم وسطيهم عادي. شويه نسمع لجون الجو ده نقول يا اختي بتقول كلام زي الفل، شويه نسمع كلمات جي نتفاجئ نستعجب وبرضك بتقول كلام زي الفل. احنا بقى هنعمل ايه؟ واحدة بتقولك إلا كرامتي وأصون كرامتي من قبل إيه قلبي، ومن قبل حبي، ومن قبل رجلي، ومن قبل شعري، ماشي. والتانية بتقولك إيه، حط كرامتك في الدرج، ها، شيليها في ملف كده قديم منيل بستين نيلة، وإيه لا، ونحطها في الدرج اللي ستين نادين، ما نرميها أخويا. هي لازمتها إيه؟ خلاص مش اتأنزلنا، اللي اتأنزلت اتجوزت، ها. ده كلمات الست ناجين، جميلة مسمسمة وقمر، بحبها على فكرة، هي والقمرية التانية اللي هي بتاعت أسون وكراماتشي وقبل حبي دي، فدوى الشربيني. المهم قالت لك حطي كرامتك في الدرج. طيب انت لها عظة يعني بعد ما اتجوزتي وقررتي ان انت تحطي كرامتك اسم الله عليكي في الدرج، لازمتها ايه؟ كركبة نكركب الادراج وخلاص، يعني حطيها في الدرج ليه؟ طب ما في اقرب باسكن زباله، ها. شوفي بتكلم انا عشان بس الست كمان امينه شلبيه لو سمعتني تقول اني بختار ملافظ حلوه، ملافظ صح. الباسكن ما قلتش ايه، صندوق زباله، قلت باسكن. ما نجيب الباسكن نقطعها حتت الكرامة الحلوة دي ونرميها، ولا نقطعها ونديها لأي قطة أو لبيها أو أي بوبي. بصي ما قلتش كلب. المهم كلمات يا ست ناجي قطعوا بقى هما الاتنين في بعض، ها، وايه حرب كلمات من كل واحدة والتانية، واحنا ندي وده نرجي شوية ونقول دي صح. كله لك كرامة، لازم الست تبقى عندها كرامة كده ومناخيرها مطرطقة لحد السقف. امال ايه احنا شويه كرامه عايشين على وجه الحياه والارض. ست ناجين قالت لك لا، حطيها في الدرج وخليكي ممسحه، ها، في رجل جوزك ده لو بيمسح، هو مقشف ما بيمسحش، انت اللي بتمسحي. طب يبقى خليكي ايه، خليكي كوتش عايش في رجله، وبخريه واسم النبي حارس وصاينه، وقولوا له اسم الله عليك، هشيكيه وهننيه وبننيه، وفي الاخر هو بيعرف طريق ايه اللي جابوه، مش طريقك انت خالص، هو سكته غير سكتك اساسا، هو ما تعرفيش ايه اللي زرعه في حياتك، ها، ولا انت يعني قابلتيه ازاي. اهو النصيب الاخضر اوقات بيبقى بنترمي كده، بيرمينا في المهالك، اختبار، بيبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى علشان نتعلم من اللي ابتلاءات، ويشوف مين فينا اللي صابر ومين فينا اللي ايه. انا عمال اعمل ايه، عايز احط قلم رش يمكن ايه افرج عن نفسي شويه وانا بتكلم الكلمات الصعبه دي، حاجه تبلع. المهم ايه بقى، انا سمعت الاتنين يا اختي، انا وصلت الحل حلو قوي، ها، عشان انا بحب دي وبحب دي، الاتنين الحقيقة بحبهم، ودي كلماتها فيها حاجات كتيرة موضوعية منطقية، ودي برضك كلماتها موضوعية. انا بقى طلعتش بالاستخلاص المهم، ما تخليكوا حلوين، ما تخلينا متفاهمين. المهم ان الاتنين سنجل في الاخر، الاتنين سنجل، واحدة مش طايقة رجالة، ها، والتانية بت ب ب ب ب هتفرش سجادة وتصلي، تقول لهم يعني انت حتة نازل لي حتة من السما، انت نزلت لي كده. الاتنين ما تيجوا بقى تسألوا الناس اللي زي حالاتنا اللي معكوكين في قلب الحدث، ها، ولا انتوا بتتكلموا عشان من بعيد؟ انتوا من بعيد، انت بعيد عن الصنف خالص بتاع الرجالة ده، ما وانت خلاص كرفتيهم من عمايلهم الزرقاء الصراحة يا ستي فدوى، وانت حقك بردك على فكرة.
انت يا امك يا ست نادين ما جربتيش اسمعي بقى من اللي جرب. فيها ايه لما نبقى احنا الاتنين حلوين محترمين بعض، متفاهمين. اختي سيرتهم تشرق الرجاله دي. متفاهمين. انت اخوي حافظ على كرامتك وبرستيجك، وانا برضك احافظ لك عليه، ما دورش ما جراش حاجه، مش عيب. وانا كمان حافظ على كرامتي. وما لكن يقعد يقول لك ايه، اصل دي علاقه استك، ولا الوسكي مؤلف اسمها ايه، علاقه توستيك توكس. هي علاقه توكس. ما تقعدوش تطلعوا كلمات على الموضك في الوكسه، ما تطلعوش كلمات جديده وتقيموا الوكاسه دي وكسه. اسمها علاقه توكس عشان نبقى فاهمين. نختلف نتفق، نبعد عن الكلمات اللي هي تقعد بقى نخاوز في الكلمات، نبعد عن الكلمات الراقيه بقى نرقي الوكسه. بترقي الوكسه اسمها علاقه توكس. العلاقه اللي توكس ابعدي عنها. سمع يا ست حبيبة حبيب هي انت الاخرى. الكلام ليك يا جار. حافظي على كرامتك يما، محدش هيحافظ لك عليها، لكن ما تشركنيهاش برضك في الدرج. وحافظي على احترمي وتفهمي معاه وتحطي من البدايه خالص انت وهو اسس لحياتكم، في احترام، في ادب. ولا الست نادين ماشيه بمبدا الست اللي بتعشش والراجل اللي بيطفش، فهي عايزه طول الوقت تعشش عشان ايه؟ حمام الغايه بتاعنا ما يطيرش ويطفش، ما يطفش طالما احنا بنعمل اللي علينا وبنحترم بعضينا ومحترمين وشايفين اللي ورانا، مهتمين بنفسنا، مهتمين ببيوتنا، مهتمين بالراجل اللي معانا في البيت. هو عايز يطفش، عينه زايغه، مش ذنبنا ستي. ده بالنسبه ايه لموضوع بالنسبه للست فدوى الشربيني. انت معاك حق، الست لازم يكون عندها كرم، بس ما تبقاش ماشيه بحد السيف. ما تبقاش ماشيه بحد السيف. يعني معلش ناخد حقوقنا تالت ومتلت طالما واخدين حقوقنا وواخدين مكانتنا في المجتمع. يعني احنا خلاص خدنا كل حاجه زي ما قلت يا ست نادين في المجتمع، واخدين حقنا ومكانتنا وكل شيء تالت ومتلت. احنا اللي نسيب كرامتنا بقى في الدرج؟ يعني المجتمع ادانا مكانتنا وادانا وضعنا، احنا بقى بعد ما ادانا وضعنا زي ما انا باخد من كلام حضرتك يعني نقوم احنا شايلين في الدرج الكرامه؟ نشيلها ليه طيب يا ستي؟ ما نرميها بقى خلاص، تخفى تغور مطرح ما تغور. هي النقطه دي. انت معاك حق في كل حاجه، الست لازم تكون في احترام لجوزها وفي طاعه وفي كل شيء. معاك حق جدا جدا، وانا معاكي، وانا من الناس اللي تأيد الكلمات الحلوه دي، ماشي. لكن لما يبقى الراجل بقى ما يستاهلش، ابقى اقول مع الست فدوى، ابقى مع الست فدوى، لا اطلع بقى كرامتي من الدرج تاني. ترميش المفتاح لو شلت كرامتك. لو قررت تشيل كرامتك في الدرج ما ترميش مفتاح الدرج، ده مهم جدا. طلعيها وساعتها بقى وريه الوش التاني. مش هو بس اللي عنده وشوش، ده انت عندك وشوش كتير. المجتمع والناس وربنا نفسه اداكي يا اختي ايه؟ اداكي وضعك. ما تفرطيش انت بقى في كرامتك وتشيليها، معلش يعني. ده رأيي. ما نعيش حلوين مع بعضينا، متفاهمين، محترمين بعضينا. احافظ على كرامته ويحافظ على كرامتي، يحافظ على كرامته وانا كمان احافظ على كرامتي. ايه العيب في ايديا يا ستي؟ ايه العيب اقول له حاضر وطيب وعلى عيني وعلى راسي وكلامك فوق دماغي من فوق، هو كمان يقول لي حاضر وطيب وعيني وانتي كمان فوق دماغي من فوق. ايه المشكله؟ ايه العيب في ده؟ ايه العيب في ان انا اكون هاديه ومؤدبه وصوتي واطي وصوتي حلو وصوتي يتسمع وتوع كده وامينه في نفسي؟ مش عيب. المشكله هو كمان اما يبقى امين في نفسه ويبقى معايا حجر وطيب وتوع. ايه العيب؟ طالما احنا زينا زيهم واخدين وضعنا واخدين حقنا واخدين ليه ما نبقاش بقى زي بعضينا في المعامله؟ يعني نعقل الكلمات سوا مع بعضينا.
ها، وبرضك الاختلاف في الرأي لا يفسد للحب قضية. أنا بحبكم انتوا الاتنين الحقيقة، وبحترمكم جدا 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 جدا. ها، بس أنا ده رأيي، ده رأيي. أنا بحترم آرائكم جدا على فكرة، وفيها كلام حلو ومنطقي جدا، وأنا كمان ده رأيي إن إحنا الاتنين نبقى زي بعض في كل شيء، طالما إحنا خدنا حقوقنا تالت ومتلت من كل حاجة، يبقى كمان حقوقنا ان احنا نحترم. وفي الاخر لبست البافتة وما حطيتش المكياج، وقعدت اتكلم مع الست فدوى الشربيني والست ناجين عز، وكان معاكم رأي الاخت الحمل قرشانة بومبا. يبقى نعمل بقى المكياج الحلقة الجاية، اللايف الجاي، عشان اللايف ده كان مهم جدا 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 جدا. برد على حبيبتي فدوى الشربيني والسيدة السكرة ناجين عز. يلا حبيبتي، المره الجايه بقى اعمل لكم انتوا لايف مخصوص، كنت عامله لايف لصديقاتي، المره الجايه بقى اعمل لكم انتوا اللايف. يلا باي باي، المره الجايه نعمل لايف بقى نتكلم احنا مع بعضينا كحريم.